في واحد الليلة عادية سنة 2010 في مدينة مغربية، كان دكتور معروف وكيحتارموا الجميع، أستاذ في كلية الطب وكيخدم في عيادات كبيرة. ولكن اللي ما كانش كيعرفوا حتى واحد هو أن هذا الدكتور وراه هذا الوجه الهادئ ديال العلم كان كيخبي واحد من أخطر الأسرار اللي تقدر تسمعها في حياتك. جريمة مدروسة بدقة، مكان مهجور، وضحية غادي تختفي بلا أثر. ولكن السؤال اللي كيخوف هو شكون هو الضحية الحقيقي، وشكون اللي كيدير الجريمة وهو كيبان بريء تماما. وخا تكون متخفي، وخا تمحي كل الأدلة، العلم في الأخير غادي يفضح كل شيء. الدكتور محمد العلالي كان واحد من أنجح الأطباء في المغرب، خدم في عدة عيادات، أستاذ في كلية الطب، عنده سمعة طيبة وسط الطلبة والمرضى، وكيبان دايما مشغول بالشغل ديالو. ولكن كان كاين شخص واحد فقط اللي كيعرفه مزيان بزاف، مساعده الشخصي يوسف بن عمر، اللي خدام معاه من سنين طويلة. يوسف ماشي غير مساعد، بل كان كيعرف حتى التفاصيل الصغيرة ديال حياة الدكتور، وحتى الأمور اللي ما كيعرفها حتى أقرب الناس ليه. مع الوقت دخل الدكتور محمد في علاقات تجارية مشبوهة مع واحد التاجر سميتو رشيد بن صالح، 48 سنة. رشيد كان كيدير تجارة الأجهزة الكهربائية، ولكن بطريقة مشبوهة، كيشري سلع فيها عيوب ويبيعها على أساس أنها جديدة، وكيحقق أرباح كبيرة بلا ما يقول الحقيقة للزبناء. الدكتور محمد استثمر معاه مبلغ كبير، ولكن الأمور ما مشاتش كيف توقع. التاجر بدا كيماطل وكيهرب من دفع الأرباح، ومن بعد بدا كيهرب حتى من الأصل ديال الفلوس. الدكتور محمد ما كانش ساهل، رفع دعوى قضائية على التاجر، ولكن الغريب أنه من بعد تنازل عليها فجأة. الناس ما فهموش علاش، ولكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. كان كيحضر لشي حاجة أكبر بزاف. المساعد يوسف اتصل بالتاجر رشيد وقال ليه الدكتور باغي يشوفك في عيادة قديمة في الدار البيضاء باش يعطيك أول قسط ويرجع الثقة بيناتكم. التاجر بلا ما يشك وافق وجا في الموعد. الساعة كانت 7 ديال الليل، الجو مظلم والعيادة شكلها مهجور ومخيف. منين دخل التاجر لقى غرفة عمليات قديمة فيها أدوات طبية مهجورة وأجواء مرعبة. كان الدكتور محمد جالس بهدوء وكأنه كيتسناه من مدة طويلة. التاجر أعطاه المبلغ، ولكن في لحظة صمت كل شيء تبدل. صوت واحد ثم ظلام، ومن بعد ذلك اختفى التاجر نهائياً. أيام قليلة من بعد لقاو عمال النظافة بقايا جثة في منطقة نائية. الجثة كانت محروقة ومقطعة بشكل احترافي، وكأن اللي دارها فاهم الطب والجراحة مزيان. الشرطة كانت مصدومة، ما كيناش بصمات، ما كينش وجه واضح، الجريمة مدروسة بدقة كبيرة. ولكن العلم دخل على الخط. عن طريق إعادة تركيب الجمجمة وتحليل الأدلة قدروا يحدوا هوية الضحية، هو التاجر رشيد بن صالح. ومن هنا بدأ الخيط كيوصل تدريجيا للدكتور محمد العلالي. خلاف مالي، آخر لقاء مع الضحية، علاقة مباشرة قبل الاختفاء، ومساعد قريب كيعرف كل التفاصيل. التحقيقات ضغطت بزاف حتى نهار المساعد يوسف واعترف بالحقيقة كاملة. وبعدها تم توقيف الدكتور محمد العلالي، ورغم محاولته ينكر كل شيء الأدلة كانت أقوى منه. وفي الأخير المحكمة أصدرت الحكم النهائي. القصة ديال الدكتور محمد العلالي كتأكد لنا حاجة واحدة، أن العلم يمكن يبان ضعيف قدام الجرائم، ولكن الحقيقة ديما كتخرج مهما طال الوقت. وما كاينة حتى جريمة كاملة حتى لو حاول الإنسان يخبيها بكل الطرق الممكنة. إذا عجبتك القصة لا تنسى دير لايك وتشترك باش توصلك قصص أكثر غموض وتشويق.